يقول إن أبي يدعوني وأمي تقول لا تطعه. أبي يقول أقبل، أمي تقول لا تقبل، لا تطعه، لا تذهب إليه. أبي يقول يا بني ائتني، أمي تقول لا تأتي ولا تذهب إليه. يقول فماذا أصنع؟ قال أطع أمك ولا تعصي أباك. قال كيف؟ قال هذه مشكلتك، تصرف، فأطع أمك ولا تعصي أباك. تعلم أن مما ينزل السخط بالأمة العقوق، لأن العاق ملعون ولا يدخل الجنة. فإذا كان أكثر أفراد الأمة من الملعونين، فماذا تنتظر من الرحمات تنزل على الملعونين وهم مطرودون من الرحمة؟ فاللعن معناه الطرد من الرحمة، فالملعون مطرود من الرحمة. فإذا كان جمهرة الأمة من الملعونين بسبب العقوق، فكيف تتنزل الرحمات وهم أصلا مطرودون من الرحمة؟ يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. كان بعض العلماء من سلفنا لا يأكل مع أمه، فقيل هل من البر أن لا تأكل معها؟ قال أخشى أن تسبق يدي إلى شيء لحظته بعينها فاشتهته نفسها فأكون قد عققتها. يا الله. ويقول العلماء إن الإنسان إذا عاب طعام أمه فقد عقه ولو كان معيبا، وما عليك أن تمدحه وأن تدعو لها بالسلامة والعافية. إن لم تشتهه فلا تأكل، لكن لا تعيبه. أمور كثيرة جدا، محن من المحن العظيمة، لأن هذا الدين جعله الله تبارك وتعالى اختبارا وامتحانا وابتلاء للخلق في الأرض، ليعلم الله عز وجل في عالم الشهود، ليعلم الطائع من العاصي والبر من الفاجر والمؤمن من الكافر، وهو يعلم ذلك بعلمه المحيط.